السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل يومكم هادي ونادي كله خير وسعاده وحب عليا وعليكم. شوفوا بقى كتاكيتي، انا لسه جايه دلوقتي من السوق. ما كانش عندنا طماطم خالص، حتى لاجل بختي اللي لقيت الطماطم كلها في السوق كده ايه، مش حمرا قوي، يعني حمرا على مخضره كده. بس انا ما كنتش عاوزه كتير، يعني انا كنت عاوزه يا دوبك ايه نص كيلو بس عشان الطبخه اللي هنطبخها النهارده. وجبت 3 قرون فلفل كده من حق. قبل اي حاجه يا ريت تدعوا لاختي ربنا يشفيها ويخليها لعيالها، وتدعوا لي انا كمان. وما تنسيش اللي اول مره بيشوفني يشترك في القناه، وما تنسيش اللايك. شوفوا بقى يعني انا ايه النهارده. انا متعوده، كنت دايما بعمل العدس اللي بجبه ده زي ما امي الله يرحمها كانت بتعمل. متعودين. طلعت لقيت امي كانت بتعمله بطريقه، وطلعت اتعودت خلاص ان انا لما بنيجي نعمله العدس بالجبه بنعمله بالطريقه اللي امي كانت بتعملها الله يرحمها. بس انا شفت واحده عجبتني قوي 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 بتعمل العدس ده بطريقه تحفه، وكلته كده من ايديها. اكلت يعني انا كنت هاخد لقمه غمس، رحت واكله الطبق كله صراحه. عجبني قوي طعم وريحه ما اقولكوش. يمكن انا اكلته امبارح، جيت النهارده قلت والله العظيم اللي عاملاه. طبعا الكتاكيت اللي معايا في البيت هيتخانقوا دلوقتي مني، بس عادي انا هسيبهم دلوقتي مكشرين، ولو ينبضهم واقفين ورايا وانا بصور. بس بعد ما هيدوقوه انا متاكده ان هم هيغيروا رايهم. شوفوا بقى انا ايه قلت بقى دوت هقطعهم كده زي ما اكون ايه الطماطم والفلفل، هقعد اقطع فيهم زي ما اكون بقطع كده ايه طبق سلطه. عشان انت بتيجي كده ايه تعملي طبق سلطه كده وتقعدي بقى تقطعي الفلفل والطماطم، انا هعمل كده. طبعا اللي واقفين ورايا دلوقتي قاعدين يضربوا كف على كف، لان هم النهارده كانوا عاوزين ياكلوا فراخ. فايه ده يلاقوا قدام منهم عدس بجبه، يا لهواه يا لهواه. بس لما هيدوقوه، او اللي لسه ما قامتش تعمل غداها لو قامت عملته بالطريقه دي، طريقه مختلفه شويه، اقسم بالله طعم زي العسل، طعم وريحه ما اقولكوش على الحلاوه. وانا سايباهم واقفين ورايا يبرطموا، بس بعد ما هيدوقوا انا متاكده ان هم هيغيروا رايهم. ما علينا يا كتاكيتي، انا قاعده اقطعه كده كاني بقطع ايه طبق سلطه. الفلفل كده حتت كده مكعبات صغيره، والطماطم. وطلعت الحله الحلوه اللي جنبي دي. بالمناسبه مش عارفه ليه في حد كده مستلمني في التعليقات كل شويه يقول لي انت بتطبخي في حلل حديد. يعني ايه حلل حديد؟ يعني انا حتى برضو الفيديو اللي فات كتب لي نفس التعليق. والله يا جماعه يعني افقر ناس في الدنيا بيعملوا في حلل الالومنيا. زي ما قلتها المره اللي فاتت، ايه حلل حديد دي؟ يعني ايه؟ الكلمه مستفزياني قوي، بس يلا هنعمل ايه بقى؟ الواحد بيسمع الكلمه الحلوه وبيسمع الوحشه، الحلوه بياخدها والوحشه يرميها ورا ظهره على راي امي الله يرحمها. بص انا قطعتهم كده زي ما يكونوا سلطه، بس حطيت طبعا الحاجه بتاع السلس ده عشان ايه الطماطم كنت متاكده ان هي هتنزل ميه، بس انا مقطعاها كانها سلطه بالظبط يا عيال. ما علينا. بصوا بقى جبت الحله اهي الومنيوم مطلعاها بغطاها عشان محدش يقول التعليق بتاع الحله الحديد دي. انا بحب الطناجر دي قوي قوي، لعلمكم انا بحب الحله الالومنيا دي اكتر من التيفال والسيراميك والحاجات دي، بحبهم بصراحه. ما علينا. هحط بقى الحله بتاعتنا المتينه ديت. على فكره الحله دي كانت بتاعت امي. بص بقى حاجه جايبه بقى ايه الطبخه ديت كلها زيت، ما بيتعملش الا بالزيت. بس رغم ان هي مش بيتحط فيها سمنه يعني، بس اقسم لكم بالله هتشوفوا طعم وريحه. اللي لسه ما قامتش كده عملت غداء كده تقوم تتنشط، هتشوف طعم وريحه. هتعمل العدس بالجبه ده في الاسبوع مرتين بعد كده. ودول بقى ايه بصلايه من البصل اللي انا كنت مفرزاه. البصل برضو دوت يعني مش قادره اقول لكم منقذ. يعني انت لو جايه كده من بره ومش هتقدري بقى لا تقشري ولا هتقولي هدمق، البصل المتفرز ده يا جماعه اقسم بالله احلى حاجه كده منقذه، تطلعي تعملي منها على طول. بصوا بقى انا مش هخلي بقى البصله هنا تتحرق، انا هخليها يا دوبك بس كده ايه تدبل بس كده. وهاجي بقى يا عيال جايبه ايه بقى، جايبه الطماطم اللي على الفلفل اللي انا مقطعاها دي واللي احطها على البصل، احطهم كده. ايه ده انا كنت ناسيه التوابل. استنوا، انا حاطه الطبق اللي انا حاطه فيه التوابل. استغفر الله العظيم يا ربي. استنوا يا عيال عشان انا حطيت التوابل. تصدقوا
انا بقيت بنسى قوي. لا بس انا حاطه الطبق اللي هو فيه التوابل، ملح وفلفل وكمون وكزبره اهو، شفتوا اهو انا حاطاه جنبي والله محضراه. ادي الفلفل والملح، وادي ديت كمون على معلقه كزبره كده مطحونه. على فكره الكزبره المطحونه دي بتبقى تحفه في العدس بجد. وهقلبهم بقى كده. معلش يا عيال الزهر انا داخله على دور برد كده عشان انا خلاص بقى كل سنه وانتم طيبين. الواحد بعد كده لما يجي يطلع البلكونه ما يقومش من النوم يطلع البلكونه على طول، لان انا حاسه ان انا داخله على دور برد جامد قوي كده كده. ما تنسوش بقى اللي بتتفرج عليا لحد دلوقتي بقى حط اللايك، حط اللايك بقى وادعي لي دعوه حلوه وادعي لاختي دعوه حلوه. شوفوا بقى العدس دوت نص كيلو، انا نقعته المفروض بيتنقع ساعه، والله انا جبته نقعته يجي 4 ساعات. حطيته مسكته نقيته وغسلته ونقعته وسبته كده مع نفسه، مش هيخسر. عارفه انت لو جبتيه بالليل ونقعتيه الصبح عادي، تنقعيه ساعه ساعتين 3 مش هيأثر. كل ما نقعتيه اكتر كل ما خدش سوا اكتر على النار. ديت بقى ميزه. يعني لما لو انت مثلا عارفه نفسك هتصبحي الصبح تعملي لهم النهارده عدس بجبه، انقعيه من بالليل، هتحطيه على النار مش هياخد غلوه وهتلاقيه بقى زبده. ولو انت بقى يعني نسيتي وخلاص ماشي انقعيه ساعه يا ست مش مشكله. المهم انا حطيت بقى الطماطم وحطيت الفلفل وحطيت العدس كده، وهحط بقى ايه مقدار ميه كده خفيف لان الطماطم هتنزل ميه، وانا عاوزاه بقى ايه يا عيال يبقى كده مسبك كده عشان هنغمسوه بالعيش. بس طبعا المضروب بودي اللي واقف ورايا يتحسر مش هينزل يجيب العيش، فانا بعد ما هخلص انا اللي هنزل اجيب العيش وربنا ما يحوجني لحد، عشان انا مش هقعد اتحايل على حد ان هو ينزل يجيب العيش. هو واقف ورايا بيضرب كف على كف عشان الطفس كان عاوز ياكل النهارده فراخ. يقول لي ايه ده بعد ما كنت خلاص هتعملي فراخ تاكلينها عدس بجبه؟ اقول له يا ابني دي طريقه جديده. يقول لي جديده ولا قديمه؟ ما هو عدس يا حبيبي اسمعني. يقول لي لا. هو ماشي خلاص، بس انا متاكده ان هي هتعجبك، متاكده. واللي هتعمله بالطريقه دي انا متاكده هيطلع احلى عدس كلتيه في حياتك. بصوا انا هسيبه بقى كده، اوطي عليه بقى النار قبل ما اخر حاجه هحطها عليه. واخر حاجه دي بقى تتحط، دي اللي بتقلب ريحه البيت قلبه ما اقولكوش يا عيال، قلبه يعني تسيب اللحمه هتاكلي منها. ايه هي بقى اللي هتتحط الاخر؟ راس توم كده تدقيها وتيجي طشاها كده كانك بتطشي الملوخيه على العدس، وتسيبيه يغلي غلوايه كده وانت واقفه جنبه، هي غلوه واحده بس كده، وتيجي مطفيه عنه. ولو انت بقى محضره الدنيا كده اغرفي بقى وكلي بقى وادعي. هي الطشه دي اللي بتديله ريحه في الاخر بقى، عارفه زي بتفكرني كده بطشه الملوخيه. بصوا هو دلوقتي بيغلي. لا الظهر يا عيال انا جالي برد فعلا بقى. بصوا هو بيغلي كده. بصوا الطماطم نزلت ميتها، لعلمكم انا ما زودتش ميه يا عيال والله العظيم. وزمان بقى بلاش مش عاوزه اقول المعصعصه اللي فوق مني هتنزل دلوقتي تقول ايه، انا شامه ريحه عدس حلوه قوي من شباك المنام، ممكن تديني طبق؟ بس انا هديها طبق وهقول لها على الطريقه. يلا مش هعملها بمعاملتها عشان هي كان حصل منها موقف كده، بس انا كبرت دماغي يعني. شايفين الطشه دي يا عيال؟ شايفين الحلاوه بقى؟ مش قادره اقول لكم على الريحه بقى، تحفه تحفه تحفه. بصوا انا بقرب بس الكاميرا كده، يا ريت الكاميرا دي كانت بتطلع ريحه، يا لهوي على الجمال يا لهوي. هسيبه بقى كده وانا واقفه جنبه كده كتاكيتي لحد ما يغلي غلوه واحده بس، واجي مطفيه كده وكله بالف هنا. هي غلوه واحده بس. بصوا انا ما زودتوش ميه تانية، هو حبه الماء اللي حطيتهم في الاول مع الطماطم لما نزلت الميه اللي فيها، نزلت الميه اللي فيها وخلاص على كده، ما حطيتش اي حاجه تاني والله. بصوا انا مستنيها بس تغلي بس، يعني انا حاطه ايدي كده على الحله اهي، مستنيه اتاكد ان هي خدت الغلوه الاولانيه. بعد كده هاجي مطفيه عنده بقى وخلاص على كده. يلا ربنا يجعل يومكم كله خير وهنا وسعاده، واللي لسه ما قامتش تعمل غداها قومي كده الشطري ويومك كله هنا وسعاده وخير يا رب.